والمنتخب المغربي يسير بثبات نحو المرور للدور النهائي في هذه الدورة لمواجهة المنتخب المصري يوم الثلاثاء القادم. مباراة الدور النهائي بين المنتخب المصري اللي تأهل للدور النهائي وينتظر مكان وينتظر منافسه المنتخب المغربي في تاريخ مفتوح سيتأهل بهذه النتيجة حتما متقدم 3 أهداف مقابل 0. كان طالب قبل هذه المباراة أنه يتعادل أو ينتصر، وهو الآن متقدم ويسير نحو انتصار جديد بعد الانتصار الأول ضد الجزائر 4 أهداف مقابل هدف. اليوم انتصار على الأردن 3 أهداف مقابل 0 لحد الآن. هذه مخالفة لصالح المنتخب المغربي تحصل عليها ماريا فوذيل الرقم 19. دخلت منذ قليل ماريا فوذيل، كرة لسهام بوحوش. سهام بوحوش تبحث على سكينة. سكينة المديونة عند الكرة. سكينة رجع الكرة للمحور لأميرة بن عمران. دخلت مكان المدافعة دعاء خسيبة. تمشي الكرة، التغطية من دينا. ارجع من جديد للمنتخب المغربي والمخالفة تعلن عليها الحكمة التونسية لبنى بن جيمة. تحصل عليها ماريا فوذيل. امامكم على الصورة ان شاء الله سلامات، ان شاء الله لاباس لماريا فوذيل رقم 19. هذه الإعادة. التدخل كان من قائدة المنتخب الأردني رنيم داود. رنيم داود اللي تحدثت عليها وقلت مباراة عندها إمكانيات فنية ممتازة. 3 دقائق وقت إضافي في هذه المباراة. 3 دقائق وقت إضافي والنتيجة 3 أهداف مقابل 0 للمنتخب المغربي. وهذه إعادة أمامكم على الصورة. مشكورين كافة الزملاء. مخرج المباراة محمد أمين بن مبكر، وكذلك في التصوير التلفزيوني مهدي سومري ومجدي القرقني. برافو الأولاد، يعطيكم الصحة على الصورة الجميلة في هذه المباراة. مباراة كانت ممتعة للأمانة بين المنتخب المغربي والمنتخب الأردني. المنتخب المغربي متقدم لحد الآن 3 أهداف مقابل 0. هي هاتريك، هي ثلاثية لدينا الكومير. ممتازة كانت دينا الكومير، هي بطلة اللقاء هذا. سجلت أهداف جميلة الأهداف اللي سجلتها من الأمام. هذه مخالفة لصالح المنتخب المغربي. شاهدنا 3 أهداف في الشوط الأول، لم نشاهد الأهداف في الشوط الثاني. جنة شريف في التنفيذ. جنة تنفذ جانبية الكرة ضربة مرمى.